السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا دكتور اياد فياض، والنهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن ربنا سبحانه وتعالى، عن ازاي ربنا انعم علينا بنعم كتير، وازاي احنا المفروض نشكره على النعم دي، وازاي ان احنا ربنا لازم يبقى اولويه في حياتنا، لازم نحط ربنا رقم واحد في حياتنا. من غير ربنا سبحانه وتعالى احنا بجد هنضيع وهنتوه وهنتشتت. فلو انت مهتم كمل معايا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفيد. ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم كتير، نعمة السمع والبصر والفؤاد والجوارح، كل دي نعم ربنا اداها لنا، والمفروض ان احنا نستخدمها في طاعته وفي عبادته، ما نستخدمهاش في حاجات اللي نأذي بيها الناس او نأذي بيها نفسنا، او ان احنا نضر بيها نفسنا، ناخد بيها ذنوب وسيئات وحاجات ممكن ان هي ما تفيدناش، بالعكس ممكن تضرنا. فاحنا ازاي ان احنا نكون اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني ده الهدف من خلق البشر، ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونكون اقرب اليه. يقول لك يعني اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاحنا عايزين ايه؟ الصلاه دي يعني رقم واحد في حياتنا، هي الصلاه ميعادها جه خلاص اروح اصلي واسمع كلام ربنا. ربنا امرني قال لي فاسجد واقترب، يبقى خلاص هو ده امر الهي لازم ان انا انفذه. ما ينفعش بقى ان انا ايه، لا اصل تعبان، اصل مش قادر، اصل ورايا مش عارف ايه، لا ما فيش الكلام ده. ما ينفعش نكسل في الاوامر الالهيه بالذات، وبالذات في الاخص الحاجات اللي هي زي الصلاه والصيام، والصيام صوم رمضان وقراءة القرآن. مش عايزين نهمل القرآن يا جماعة. يقول لك: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني شايف، نعمة زي القرآن دي نعمة عظيمة جدا. انت مجرد ما تفتح القرآن بس وتقلب في صفحاته كده وتقرأ، والله العظيم انت هتحس بطمأنينة وراحة نفسية. جرب بس وادعي لي. وفي نقطة كمان، وهي نقطة إننا كلنا بنغلط، مفيش حد معصوم من الخطأ. احنا ما خلقناش أنبياء، حتى الأنبياء كان لهم أخطاء برضه. فسبحان الله يعني ربنا شرع التوبة للموضوع ده، إن احنا كل ما نغلط، كل ما نذنب ونقع في الذنب، إن احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى ونرجع له بأسرع ما يمكن. لأن طبعا بيقول لك إيه: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنت كل ما تتوب لربنا وترجع له لربنا سبحانه وتعالى، ربنا يعني بيفتح لك ابواب من الخير ومن البركه ومن كل حاجه، ابواب انت ما كنتش تتخيل ان هي ممكن تتفتح لك في يوم من الايام. فسبحان الله يعني احنا المفروض ان احنا جو ان احنا نعيش نرتكب ذنوب كتير بقى وما نتوبش، لا لازم نعود نفسنا. خلاص بقى انا النهارده ارتكبت الذنب الفلاني، احاسب نفسي قبل ما انام. قبل ما انام اقول: ده انا النهارده مثلا اختبت فلان، النهارده مثلا زعلت والدي، زعلت حد قريب ليا. فكل الحاجات دي احنا نحاسب نفسنا ونستغفر ربنا على كل الذنوب دي، وان شاء الله ربنا هيقبلنا وهيقبل توبتنا. احنا بس نقبل على الله بقلوب خاشعه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. فخلاص بقى ربنا بيقول لك: خلاص انا هستجيب لك، بس انت ارجع لي وقرب لي. وبمناسبه موضوع التوبه ده هحكي لكم قصه جميله قوي تثبت لنا قد ايه ربنا رحيم بينا. كان في واحد قتل 99 نفس، وبعدين كان عايز يتوب بقى، يعني خلاص يرجع لربنا. راح لعالم من العلماء كده سأله: هل لي من توبة؟ يعني خلاص هينفع أتوب؟ قال له: لا مالكش توبة. فقتله وكملهم المية. فخلاص بقى الراجل قتل 100 نفس فعايز يتوب، فراح له لعالم تاني فسأله: هل لي من توبة؟ قال له: انت ليك توبة وربنا بيغفر يعني ان الله يغفر الذنوب جميعا. فانت هتروح الارض الصالحه دي، واول ما تروحها تبتدي بقى ان انت تتعبد الى الله وتتقرب الى الله وتستغفره على كل الذنوب اللي انت عملتها، كل النفوس اللي انت قتلتها. فالمهم جهز حاجته وراح الارض دي. فهو في نص الطريق توفاه الله. فالملائكه ما كانتش عارفه بقى اللي هو هل ده ندخله النار ولا ندخله الجنه. هو كان لسه رايح للارض الصالحه عشان يتوب، لسه ما عملش اي حاجه ولا صلى ولا عمل اي حاجه في حياته. فالمهم الملائكه انقسموا لشقين، شق كان عايز يدخله النار وشق كان عايز يدخله الجنة. فقاسوا المسافة ما بين الأرض ما بين الراجل ده والأرض الصالحة، وما بينه وما بين الأرض اللي هو كان فيها. فلقوا إن هو أقرب للأرض الصالحة بحاجة بسيطة جدا. فربنا سبحانه وتعالى غفر له وقال له: دخلوه الجنة. تخيل ربنا غفر للي قتل 100 نفس، مش هيغفر لك أنت؟ قول ورايا كده: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وفي كمان دعاء جميل قوي يغفر لك كل ذنوبك مهما كانت، اللي هو سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لو وصلت لهنا فانت حد مميز وربنا اختارك عشان تتوب وترجع لربنا. فيا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس
وتضغط لايك للفيديو، واهم حاجه في نهايه الفيديو ما ننساش نصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.